في نهاية الأسرة الثانية عشرة، وفي وقت اهتزت فيه الدولة الوسط، ظهرت امرأة بكل هدوء، لكنها سطرت اسمها في التاريخ بحروف من ذهب. كانت هذه المرأة هي الملكة سوبك نفرو، أول امرأة تحكم مصر كفرعون بكامل الصلاحية. ولدت سوبك نفرو في بيت ملكي، ابنة الملك النمحات الثالث، أحد أعظم ملوك مصر الوسطى. ورثت عنه الذكاء والحكمة، وكان تحمل الملامح المصرية النقية، بشرة فاتحة مضيئة، وجه بيضاوي، عيون لوزية ثاقبة، وشخصية قوية تجمع بين الحزم والنعومة. بعد وفاة شقيقها النمحة الرابع دون وريث ذكر، لم يكن من خيار إلا أن تتحمل المسؤولية الكبرى. لم تتردد، بل صعدت العرش بثقة، وأصبحت فرعون مصر، امرأة بسلطة كاملة، تحكم مثل الرجال، ولكن بحكمة النساء. في عهدها واصلت بناء المعابد، وكرست جهودها لحماية البلاد واستقرار الحكم ورفع الديانة المصرية. وكانت تظهر في التماثيل مرتدية الزي الملكي الكامل، أحيانا بملامح فرعونية تقليدية، لكنها دوما حافظت على أنوثتها وملامحها المصرية. لم تحكم لسنوات طويلة، لكن أثرها كان قويا. أثبتت أن المرأة المصرية قادرة على القيادة والعقل وإدارة دولة بأكملها دون أن تفقد هويتها أو حياءها.